السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحه جيده. مرحبا بكم في قناه بيت حنونه، وصفه اخرى من وصفاتي. وصفتنا اليوم وصفه طاجين نتاع الكفته، تجي حاجه شابه سريعه يعني بالخف غادي طيبيها، وايضا تجي بنينه 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 بزاف. ما عندي ما نقول لكم، ان شاء الله عندكم تجربوا الوصفه وتدخلوا تقولوها لي في التعليقات. اذا لهاد الوصفه لازم لنا اول حاجه واللي هي الكفته. اذا الكفته على فياند هاشي، اي نوع من الكفته عندك. دونك هنايا انا استعملت 200 غرام من اللحم المرحيض ونتبلوه. يعني درت شويه نتاع ثوم، نضيفوا لها قليل من المعدنوس، قليل من الملح، الفلفل الاسود، يمكن اضافه اي توابل انتيا تبغيها. هنايا يعني عاده ما يضيفوا لها الكمون، يجي ايضا حاجه شابه. وهنايا غادي نخلط كلش، ما درت لا شابور لا بيض لا والو، لانه البيض راح نديروه مع الاخير، فانا ما لازمش نديروه مرتين. اذا هنا نخلط مليح وندير دي بتيت بولات ونخليهم على جنب. نروحوا للمقله تاعنا. دونك هنايا درت شويه نتاع زيت، هنايا ربيت شويه نتاع يعني حبه نتاع بصله، غادي نطيبها شويه مليح قد ما شويه تذوب شويه، ومن بعد راح نضيف لها لي بولات نتاعي اللي كنت ديجا وجدتهم. اذا هنايا نضيف كاع لي بولات مليح، نخلط من داك ونخلط لي بولات نتاعي يعني باش يعطوني انغو شباب. دونك نخلطو مليح شويه، نخلوه يطيب هكا شويه، نخلطو شويه ومن بعد غادي نغطوه ونخلوه هذاك يعني البصله تطلق لنا لاصوص نتاعها وتجي شابه، تجي حاجه شابه يعني كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد نكونوا وجدنا يعني صلصه الطماطم، كنا ريحنا طوماطيس ولا يعني شريتوها واجده. انا هذه الصلصه واجده يعني نشريها ونخليها كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد هنايا راح نضيف الصلصه نتاعي، ندير شويه نتاع الملح، ندير شويه تاع الحرور هو الفلفل الاسود. هنا ايضا التوابل تقدروا تزيدوا التوابل الحاجه اللي راكم باغيينها. نخلط شويه باش ما تلصقناش، يعني نخلط باش كلش يتجانس لنا هنايا، ونخلطوا مليح. ومن بعد نضيفوا une petite cuillère نتاع لا طوماط كونسونطري، يعني نضيفوا ملعقه صغيره نتاع لا طوماط كونسونطري اختياري، تقدروا يعني تستغنوا عليها، ولكن لو غو تاع لا طوماط كونسونطري يعطي une acidité، يعطي يعني نوع من الحموضه، يكون بزاف شباب. ومن بعد راح نضيفوا هنايا انايا ضفت الفلفله كما راكم تشوفوا هنايا. تقدروا تضيفوا اي حاجه اخرى، الفلفله وايضا تنجموا ديروا الحار، يجي يعني تجي حاجه شابه ايضا. ومن بعد مع الاخير نضيف شويه نتاع المعدنوس كما راكم تشوفوا، ونعاودوا نغطوا عليها ونخلوها طيب شويه حتى لاصوص تاعنا يعني طيب، ما تخلوهاش تنشف بزاف لانه ماذا بينا حنايا لاصوص، حنا نستحقوا لاصوص للتغماس بيان سور. مع الاخير نضيفوا البيض. هنايا لكم الاختيار في كميه البيض، انا ضفت هنايا 4، تقدروا ديروا اكثر وتقدروا ديروا ايضا اقل، لكم الاختيار. والبيض هنايا كل واحد وكيفاش يبغي، كاين اللي يبغيه طيب بزاف، كاين اللي يبغيه شويه، كاين اللي مواتي، يعني كل واحد وهنايا والذوق نتاعه. ولكن لا باز انكم تخلوه يطيب غير شويه يعني، وبعد تقدموا الطبق هذا اللي جد رائع. صراحه انا في البيت نتاعي يبغوه بزاف هذا الطبق، ونطيبوا بزاف ايضا في الدار. اذا مع الاخير نضيفوا شويه نتاع المعدنوس ك يعني كمنظر جمالي، وايضا يعطي لو شباب. كما راكم تشوفوا وصفتنا اليوم خلاصت. نتمنى لكم يعني انكم تجربوها وتقولوها لي في التعليقات. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنساوش ايضا تبارطاجيو لا فيديو ايضا لكي تعم الفائده للجميع. انا نقول لكم نخليكم في امان الله، والى الملتقى ان شاء الله في وصفه من وصفات بيت حنونه. الى اللقاء.